ما تيجي اقول لكم بسرعه كده يوم الاجازه بيعدي ازاي مع احباب الله. اول حاجه بصحى بدري قبلهم عشان اعمل كوبايه النسكافيه بتاعتي الجميله وافضل اقرا كتاب انا بحبه. دي اهم حاجه في اليوم بالنسبه لي اللي بتظبط المود طول اليوم. اقعد شويه مع كتابي المفضل وبعدين بفتح المخطط الشهري واكتب هنعمل ايه النهارده، ناقصنا ايه، عشان اليوم ما يمشيش كده، لازم يبقى اليوم متخطط من بدري. بعد كده بتبدأ أول مهمة وأصعب مهمة الحقيقة وأرخم مهمة، ترتيب الألعاب اللي مالية البيت كله. مش بس ترتيب مكان، ده احنا بنعيد ترتيب طاقة المكان الحقيقة. وبعد كده ننزل نجيب طلباتنا، كل حاجة في الليستة بتحسسني إني مسيطرة على يومي، حتى لو بنسبة بسيطة. لما بنكتب اللي احنا محتاجينه إن شاء الله ما بننساش أي حاجة. وقبل ما اليوم بيجري مني آخد 5 دقايق تاني لنفسي بالراحة كده، أفتكر إني بحاول وهحاول وده كفاية. بعد كده نقعد نقرا قرآن، نحاول إن إحنا نتعلم حاجة جديدة على مدار اليوم. ده مهم جدًا إن اليوم يبقى الطفل عارف هو هيمشي إزاي، ما يبقاش كله لعب، ما يبقاش كله تلفزيون، ما يبقاش كله موبايل. لازم يبقى في وقت لربنا، وقت تاني نقعد نقرا فيه معلومة يستفيد بيها الطفل. كل ده بينمي دماغه، وده بيحصل في السن الصغير عن طريق حواديت بسيطة جدًا الطفل بيستفيد بيها. اليوم مش مثالي، بس يوم فيه روح وده أهم من أي حاجة.